رسميا وصل طريق دوري ال 32 من كاس العالم. اليسار يا اخوان هذا طريق الموت، طريق العذاب يا اخوان، اما اليمين يا اخوان طريق السعاده وطريق كله هنا اللي يبغى كاس العالم يجي هنا طريق بسيط للبرازيل وانجلترا يا اخوان والارجنتين، اما هنا طريق العذاب يا اخوان بين فرنسا والمانيا يا ساتر والبرتغال وهولندا والمغرب واسبانيا يا حبيبي. حتى الدوري ال 32 وال 16 حيكون فيهم مباريات حلوه، يعني في دوري ال 16 في هذه يا اخوان راح نشوف المانيا ضد فرنسا، وفي دوري ال 32 المغرب وهولندا والبرتغال وكرواتيا والسنغال وبلجيكا والبرازيل واليابان يا اخوان. توقعاتكم من اطراف النهائي؟ والله اسعدك مشان لا تظل متابع. قرعة دور ال 32 في كأس العالم أصبحت شبه كاملة. خلونا يا إخوان نشوف مسار المنتخبات العربية في دور 32، المنتخب المغربي والمنتخب المصري. للأسف الشديد المنتخب المغربي يعني راح يواجه منتخبات صعبة جدا، وأولها هولندا، وبعدها ممكن يعني إذا انتصر على هولندا ممكن يواجه كندا، وبعدها راح يواجه فرنسا يا إخوان. يعني مرة صراحة مسار المنتخب المغربي صعب جدا إلى أبعد حد. أما المنتخب المصري يا أخوان صراحة مساره سهل جدا، أمام أستراليا وبعدها راح يواجهون ليونيل ميسي ورفاقه. أنا متأكد أن مصر راح تجلد الأرجنتين، تضرب الأرجنتين وراح توصل إلى نصف نهائي كأس العالم. تذكروا كلامي، لا شيء مستحيل على المنتخب المصري، لا شيء مستحيل على محمد صلاح ورفاقه، لا شيء مستحيل على الطعميات. رسميا تحددت المسارات كلها ما عدا منتخبين الى الان لم تحدد مسارهم. في حال فاز المنتخب الجزائر على النمسا راح يكون محل النمسا هون، في حال تعادل راح يكون محل ايران هون، اما في حال خسر فايران بتكون هون مع سويسرا والنمسا هون مع اسبانيا. المسار اليسار عبارة عن مطاحن، فيه المانيا، فيه فرنسا، فيه المغرب وهولندا، فيه البرتغال، فيه اسبانيا، فيه بلجيكا. اما المسار اليمين ففيه البرازيل، فيه المنتخب الانجليزي، فيه المنتخب الارجنتيني وكولومبيا عم يقدم مستويات كتير حلوه، وفيه المكسيكي. البرتغال بتعادلها مع كولومبيا خسرت فرصه تكون بهذا المسار وراحت على المسار الاخر، ما تقدر تلعب البرتغال مع الارجنتين الا بالنهائي. التحدي كالاتي، مين برايكم راح يكون بالنهائي من هذا المسار ومين راح يكون بالنهائي من هذا المسار؟ هنا كاس العالم الحقيقي بدأ. حد يقول لي امال اللي فات ده كان ايه يا عم سيف؟ اقول لك ده كان دور مجموعات، دور تعارف بنتعرف على بعض، انما هنا دور 32، هنا الموت، هنا الطموح، هنا المتعه. اول مواجهه هولندا والمغرب، موت، منتخبين بيلعبوا الكره الشامله كلها هجوميه، متعرفش مين فيهم هيصعد. وبعد كده معانا البرازيل واليابان، الكمبيوتر والسامبا. مين يكسب من الناس دي؟ النرويج وكوتوفوار، مباراة بعنوان البقاء للأقوى. معانا برضو مصر، الفراعنة اللي نوروا دور 32 هيواجهوا استراليا. شوف كمان فرنسا والسويد. يا جدعان دور 32 متعة. هنا كاس العالم الحقيقي بدأ. انا عايزك بقى تقول لي توقعاتك لدور 32، مين يكسب ومين يصعد، وما تنساش تعمل لايك وتعمل شير. مصر ممكن تقابل الارجنتين في دوري ال 16، ممكن نشوف محمد صلاح ضد ميسي يا اخوان. هذا طريق كاس العالم وبيدي خلاص يتطور. مصر راح تلعب في دوري ال 32 ضد استراليا يا اخوان، والارجنتين ضد الراس الاخضر، وفي هناك البرازيل واليابان، وتخيلوا كمان ساحل العاج والنرويج، وفي القمه المجنونه اللي الكل راح يستناها يا اخوان المانيا وفرنسا يا اخوان في دوري 16، طبعا اذا عدوا يعني الاثنين من بعض. وفي كمان دوري ال 32 فيه هولندا يا اخوان والمغرب، وكان رسميا راح تلعب اخر 3 مجموعات، وراح نعرف الطريق الرسمي لبطل كاس العالم. هذا راح يكون طريق الموت او هذا. جماعة إذا هالحكي صحيح فهذا أسوأ كأس عالم ممكن تشوفوه بحياتكم، لأنه هذا كأس العالم معمول للمنتخبات الضعيفة. يعني تخيل أنه ألمانيا وفرنسا رح تواجه بعض بالدور ال16، عندك النرويج والبرازيل رح يواجهوا بعض، هي إذا أصلا البرازيل تأهلت على اليابان، وعندك هون إنجلترا ممكن تكمل. هون عندك مبين طريق الأرجنتين كله سهل، لازم تخسر بس الأوروغواي وتكمل وخالص صارت بنص النهائي. عندك هون يعني من المنتخبات العربية مع كل الاحترام لهم، بس كمان يعني محطوطين بمجموعة واحدة بحيث واحد منهم يكمل. فعندك واحد 100% بنصف النهائي رح يكون حصان أسود، واحد 100% إذا ما كانوا 2. فشو رأيكم انتو؟ هل ممكن انه حدا من الفرق الضعيفة تاخد كأس العالم هاي المرة؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا المتابعة. سلام. ورسميا وكما يقول الشاعر أحمد عبد العزيز النعناعي، تاريخي وللتاريخ،
منتخب مصر يتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 ونتواجد في دور ال 32 لنلاقي المنتخب الاسترالي في حول الله تعالى. مش واخدين بالكم من حاجة يا رجالة؟ يعني اول ماتش في الادوار الاقصائيه المنتخب الارجنتين في كاس العالم 2022 كان قصاد المنتخب الاسترالي برضو. تفتكروا، لا مؤاخذه يعني، تفتكروا في الفاينل ما بيننا احنا والمغرب ان شاء الله في نهائي كاس العالم، احنا اللي هنلبس الاحمر ولا هم اللي هيلبسوا اللون الاساسي بتاعهم؟ يعني هنظبط الوضعيه ازاي؟ لان انا من دلوقتي يعني انا حاسس ان انا يعني شوفوا لنا مين جاي في كاس الفاينل كاس العالم عشان تعبت يعني. ما كفايه بقى، كفايه يعني بقى نختصر بقى دور ال 32 وال 16 والكلام الفاضي ده. احنا دافعين حاجات للفيفا عشان تسلك لنا. حرق دور ال 32 في كاس العالم، ومين المنتخبات اللي هتصعد من دور ال 32 لدور ال 16. ملك ملوك التوقعات جاي يحسمها لك، وزي ما قال لك ان في المنتخبات العربيه مصر والمغرب والجزائر اللي هيصعدوا وهم اللي صعدوا من قبل كاس العالم، انا جاي اقول لك مين ال 16 منتخب، وخد مني وما تراجعش ورايا. قول لي توقعاتك انت في الكومنتات، هنسيف الفيديو ده عندنا هنرجع له بعد دور ال 32 هتلاقيني جبت 16 من 16. نبدا من اليمين ولا من الشمال؟ نبدا من اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. اكتب لي كومنتاتك وتوقعاتك واعمل فولو. اول مواجهه البرازيل امام المنتخب الياباني، مواجهه قويه جدا ومواجهه صعبه جدا، والله ما سهله ولا محسومه، لكن توقعاتي ان المنتخب البرازيلي هو اللي هيمر وهيروح لدور ال 16. نيمار وفينيسيوس جونيور هياخدوا اصحابهم ويطيروا لدور ال 16. المواجهه الثانيه المنتخب الايفواري امام منتخب النرويج، والمنتخب النرويجي مع ايرلينج هالاند هيمر على المنتخب الافريقي القوي جدا المنتخب الايفواري. بعد كده عندك اصحاب الارض واصحاب الديار المكسيك امام المنتخب الاكوادوري، وتوقعات المكسيك يعبر. بعد كده المنتخب الانجليزي انجلترا امام منتخب الكونغو الديمقراطيه، والانجليز يروحوا لدور ال 16 على طول. بعد كده عندك ليونيل ميسي شخصيا، ليونيل ميسي والارجنتين مع منتخب كاب فيردي الراس الاخضر اللي عمل انجاز بالصعود لدور ال 32. ميسي يعدي على طول لدور ال 16. بعد كده منتخبنا المصري، منتخب مصر امام منتخب استراليا، وقولا واحدا منتخب مصر في دور ال 16 باذن الله. ما تراجعش ورايا، منتخب مصر صعد رسميا لدور ال 16 لمواجهه ليونيل ميسي والارجنتين. بعد كده المنتخب الجزائري في مواجهه منتخب سويسرا، مواجهه صعبه قوي، مواجهه قويه قوي قوي. توقعاتي ان المنتخب السويسري يعدي، تمنياتي ان منتخب الجزائر هو اللي يمر باذن الله، لكن منتخب الجزائر ما اقنعنيش قوي في دور المجموعات. شايف ان منتخب سويسرا هيمر، وان شاء الله منتخب الجزائر يعني ان شاء الله اجيب 15 من 16 دي بس اللي تكون غلط، والجزائر هو اللي يعدي. بعد كده المواجهه الاخيره ناحيه اليمين هنا كولومبيا في مواجهه غانا، توقعاتي المنتخب الكولومبي هو اللي هيمر ويروح لدور ال 16. ادخل لي بقى على الناحيه الشمال، والناحيه الشمال اول مواجهه الماكينات الالمانيه هتدوس باراجواي وتطير لدور ال 16. بعد كده فرنسا والسويد، قولا واحدا المنتخب الفرنسي ده بطل كاس العالم انا قايل لك هيعبر على طول لدور ال 16. بعد كده جنوب افريقيا امام منتخب كندا، توقعاتي كندا يمر لل 16. بعد كده المنتخب المغربي، المغرب امام هولندا في مواجهه طاحنه ناريه، وتوقعاتي ان منتخب المغرب يقدر يعدي لدور ال 16 بصعوبه كبيره قوي في ماتش صعب قوي، لكن منتخب المغرب والله قدها، عملوها مع الاكبر منهم، فان شاء الله المنتخب المغربي في دور ال 16. بعد كده كريستيانو رونالدو سي مع البرتغال في مواجهه لوكا مودريتش كرواتيا، توقعاتي ان البرتغال هتمر بصعوبه كبيره قوي. منتخب البرتغالي سيء في المجموعات لكن هيقدر يعدي لدور ال 16، مش هيخرج من ال 32. بعد كده المنتخب الاسباني هيفرم منتخب النمسا وهيعدي لدور ال 16، والمنتخب الامريكي هيفرم البوسنه والهرسك ويعدي هو كمان لل 16. واخيرا مواجهه بلجيكا امام السنغال، مواجهه قويه جدا، وساديو ماني والسنغال هم اللي هيعبروا لدور ال 16 ويقصوا المنتخب البلجيكي من دور ال 32. دي توقعاتي كده، قول لي توقعاتك في الكومنتات، دي توقعات مش تمنيات، واللي انا قلته هو اللي هيحصل كله. 16 من 16 او اتمناها 15 من 16 عشان الجزائر تقدر تعبر، لكن دي توقعات مش تمنيات. قول لي توقعاتك، اعمل فولو، هنتقابل بعد دور ال 32. رسميا ما راح نشوف مباراة بايخة، رسميا ما راح نشوف تعادل، رسميا ما راح نشوف فريق ينزل بالدكة،
رسميا ما راح نشوف فريق يوفر مجهود لاعبيه للمباراة التالية، كن أو لا تكن. الجهة اليسار فيها 6 منتخبات مرشحة إنها توصل النهائي، وشيء طبيعي لو شفتها في النهائي ما راح تستغرب وتقول مفاجأة. والجهة اليمين فيها 3 منتخبات حتوصل للنهائي، لو شفتها في النهائي ما راح تقول إنها مفاجأة أو مستغربة. ألمانيا، فرنسا، هولندا، المغرب، البرتغال، أسبانيا، البرازيل، إنجلترا، الأرجنتين. هل حنشوف مفاجآت في دور ال 32؟ ما أتوقع. يعني اللي حيفوز على اليسار ألمانيا، فرنسا، كندا، هولندا، البرتغال، اسبانيا، امريكا، ممكن نقول السنغال ولا بلجيكا، خليني اميل مع بلجيكا. اللي على اليمين البرازيل واليابان، هذه ماني قادر اتوقعها بس البرازيل اقرب. كوت ديفوار والنرويج، انا قلت كوت ديفوار حتكون الحصان الاسود من قبل البطوله ما تبدا، لما شفت مباراه الوديه مع فرنسا انتهت 2-1 لكوت ديفوار. توقعاتي النرويج تصعد. المكسيك والاكوادور، توقعاتي مكسيك. انجلترا والكونغو، انجلترا. ارجنتين والراس الاخضر، ارجنتين. استراليا ومصر، مصر. الجزائر وسويسرا، الجزائر. كولومبيا وغانا، كولومبيا. اي شيء غير اللي قلته انا بالنسبه لي مفاجاه. استبعد تصير المفاجاه في مباراه بلجيكا والسنغال، كولومبيا وغانا، مصر واستراليا. هذه اكثر 3 مباريات متوقع تصير فيها مفاجاه، الباقي ما اتوقع. وده كده الشكل خلاص بتاع دور ال 32 لغايه النهائي. شايفين طريق مين اسهل منتخب لغايه النهائي. يلا، واهم حاجه ما تنسوش المتابعه. خد مني التوقعات دي وما تراجعش ورايا. نبدا بالصف الجبار ده، وهنلاقي ان المانيا هتلاعب باراجواي، وانا بقول لك المانيا هي اللي هتكسب. بعد كده فرنسا والسويد، فرنسا هتدك حاجه اسمها السويد، وفرنسا والمانيا في دور ال 16. التاني مربع بقى، وهنلاقي كندا هتلاعب جنوب افريقيا، وبقول لك المفاجات جنوب افريقيا هتطلع كندا. نيجي بقى للمغرب وهولندا، ومع المفاجات الاولى المغرب هتطلع هولندا. بدايه الحرب العالميه بقى عند البرتغال، وهنلاقي ان البرتغال هتعملها وتطلع كرواتيا. في الجدول ده فيه لخبطه، المفروض ان النمسا هتلاعب اسبانيا والجزائر هتلاعب سويسرا، وبقول لك على حاجه، الجزائر ان شاء الله ممكن تعدي سويسرا. امريكا هتعملها وتغلب البوسنه، وخد مني المفاجاه دي، السنغال هتعملها وتغلب بلجيكا. نيجي بقى للناحيه الثانيه، وهنلاقي ان اليابان هتلاعب البرازيل، وانا بقول لك البرازيل هتعملها وتعدي. النرويج وكوت ديفوار، ده مش ماتش سهل خالص، بس النرويج هتعدي كوت ديفوار. اما عن الاكوادور والمكسيك، في المكسيك هتعملها عادي جدا، وانجلترا والكونغو الديمقراطيه في انجلترا برضه هتعملها عادي. نيجي بقى لناحيتنا، وانا مش عايز اتكلم دلوقتي، بس ان شاء الله باذن الله ده اللي هيحصل. الارجنتين هتطلع كامفيردي، واحنا ان شاء الله هنطلع استراليا. ان شاء الله محمد صلاح هيواجه ميسي في دور 16. اما بقى عن النمسا وسويسرا، فسويسرا هتطلع النمسا. المواجهه بقى هي غانا وكولومبيا، وممكن غانا تعمل المفاجاه وتعدي كولومبيا عادي. رسميا بعد انتهاء المجموعه اللي فيها السعوديه واسبانيا والاوروغواي والراس الاخضر، هذا هو صار المخطط تبع كاس العالم. طبعا شفنا الارجنتين صار هون مع الراس الاخضر بشكل رسمي، والمنتخب الاسباني صار على هي الجهه، بسبب انه هي المجموعه ما طلع فيها افضل ثالث، انه الاوروغواي والمنتخب السعودي عندهم نقطتين فخرجوا بشكل رسمي. فهي المنتخبات اللي تاهلت بشكل رسمي. باقي 6 منتخبات لم تحسم تاهلها الى الان. طبعا المنتخب المصري تاهل بشكل رسمي اليوم. وطبعا هي المنتخبات اللي خرجت بشكل رسمي الى الان: هايتي، تركيا، تونس، الاردن، بنما، قطر، التشيك وكوروساو، والمنتخب العراقي اليوم خرج، والمنتخب السعودي اليوم خرج، والاوروغواي كمان اليوم خرج. تعال اقول لك توقعاتي مين اللي هيتاهل من دور ال 32 لدور ال 16. معلش حاطط نفسي مكان كاس العالم بس. المانيا وباراجواي، المانيا، فرنسا والسويد، فرنسا، جنوب افريقيا وكندا، كندا، هولندا والمغرب، هولندا، البرتغال وكرواتيا، برتغال، اسبانيا والنمسا، اسبانيا، امريكا والبوسنه، امريكا، بلجيكا والسنغال، الحمد لله الحمد لله فضل ونعمه، السنغال، البرازيل واليابان، البرازيل، النرويج وكوت ديفوار. ماتش حلو جدا 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 على فكره، زي ماتش هولندا بالظبط والمغرب. هيبقى النرويج، المكسيك واكوادور، المكسيك، انجلترا وكونغو الديمقراطيه دي ماشي، انجلترا، ارجنتين وكاب فيردي، ارجنتين، استراليا ومصر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله منتخب مصر يعملها. سويسرا والجزائر. بص من كل قلبي والله العظيم اتمنى منتخب الجزائر كده كده. واخر حاجه كولومبيا وغانا. كولومبيا وغانا ماشي، هي كولومبيا تمام. هي دي توقعاتي. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا اتفرجت على 72 ماتش، احنا لغايه دلوقتي لعبنا 272 ماتش، انا اتفرجت عليهم كلهم، فبصراحه اخترتها باللي اقنعني اكتر. هتيجي تقول لي بقى المغرب ازاي مش هولندا على فكره عايز اقول لك على حاجه، اقوى خط هجوم في البطوله يعني، صباح الفل. رسميا 3 منتخبات عربية يتأهلون إلى دور ال 32 في كأس العالم 2026، ومواجهاتهم كالتالي: مواجهة المغرب أمام هولندا، والمواجهة الثانية مصر أمام أستراليا، والمواجهة الثالثة الجزائر أمام سويسرا.
تتوقعون يتأهلون المنتخبات الثلاثة إلى دور ال16؟ اكتبوا لي بتعليقات وتحياتي لكم. دي المباريات اللي اتحددت في دور 32. جنوب افريقيا هتلاعب كندا، والمغرب هتلاعب هولندا، واليابان هتلاعب البرازيل، وامريكا هتلاعب البوسنه والهرسك، وكوتيفوار هتلاعب النرويج، والارجنتين هتلاعب راس الاخضر اللي هي كاب فيردي، والمانيا هتلاعب باراجواي، وفرنسا هتلاعب السويد، ومصر هتلاعب استراليا. انا مش عايز الناس تفرح ان احنا نلعب استراليا يا جدعان، يعني مش عايزين نفرح قوي يعني. وبشكل رسمي مباريات الدور 32 وعندنا 4 مسارات، وفي كل مسار لازم منتخب واحد يروح بس لدور النصف نهائي. نبدا بالمسار الاول، المنتخب البرازيل ضد اليابان، ساحل العاج ضد النرويج، المكسيك ضد الاكوادور، وانجلترا ضد كونغو الديمقراطيه. ومن برايكم بهذا المسار حيروح واحد منهم بس لدور النصف نهائي؟ بنروح للمسار الثاني، المانيا ضد باراغواي، فرنسا ضد السويد، جنوب افريقيا ضد كندا، وهولندا ضد المغرب. وبرايكم في هذا المسار من هو المنتخب الوحيد اللي حيروح كمان لدور النصف نهائي؟ بنروح للمسار الثالث، الارجنتين ضد الراس الاخضر، واستراليا ضد مصر، وسويسرا ضد الجزائر، كولومبيا ضد غانا. وبرايكم كمان مين بهذا المسار منتخب واحد بس حيروح لدور النصف نهائي؟ بروح المسار الرابع والاخير، المنتخب البرتغالي ضد كرواتيا، اسبانيا ضد النمسا، امريكا ضد البوسنه، وبلجيكا ضد السنغال. وبرايكم بهذا المسار مين هو المنتخب الوحيد بيناتهم حيروح لدور النصف نهائي؟ والسؤال برايكم ايش هو اصعب مسار، ومين هي المنتخبات راح تتاهل لدور ال16؟ لو وصلت معنا لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الجرس عشان يصلك كل جديد، ومع السلامه.